لما تحبي تعملي صينية كنافة عائلية تاخديها معاكي للعيلة أو للمناسبات أو عندك عزومة أو عندك عدد كبير، يبقى شوفي الفيديو ده. أحلى صينية كنافة تشرفك وشكلها في منتهى الجمال. هاتي كيلو من اللبن الحليب، نزلي عليه نص كوباية من النشا، نزلي نص كوباية من دقيق السميد، قلبيهم كويس على البارد، معلقتين قشطة كبار. كل مكوناتك دي قلبيها الأول على البارد وبعدين ارفعيها على النار مع التقليب لحد ما تبقى عندك قشطة جميلة كدابة كده، تبقى في منتهى الجمال وطعمها حلو جدا كأنها قشطة طبيعية. أول ما تطفي النار بتاعتك نزلي 2 باكت من الفانيليا، بس بعد ما نطفي النار عشان تفضل ريحتها فيها. بعد كده معايا كيلو من الكنافة، أنا حطيته يوم في الفريزر، يعني حطيته من امبارح وطلعته تاني يوم وبفركه بايدي، مش محتاج كبه. لو انت عايزه تضربي في الكبه اضربي، عايزه تقطعيه بسكينه براحتك، بس هو اول ما تفركيه بايديكي هيبقى سهل. كيلو الكنافه هتنزلي عليه 3 معالق من سكر البودر، كوبايه من الزبده السايحه، ونقلبهم تقليبه حلوه. وتغلفي الكنافه كده بالزبده والسكر وتتاكدي ان الزبده غلفت الكنافه كلها، علشان ما يبقاش فيه جزء شارب زبدة والجزء التاني لا. هاتي بقى الصينية بتاعتك وحطي عليها معلقتين كبار من الزبدة، واعملي الجوانب بتاعتك كويس، دهني الجوانب بتاعتك كده كويس، وبعدين نزلي طبقة من الكنافة. بصي احنا هنقسم كيلو الكنافة، هتحطي التلت في أرضية الصينية أو الربع، خليها الربع في أرضية الصينية كده، واضغطي عليه كويس بإيديكي وخليه له حروف من الجناب. اطلعي كده بالكنافة حروف كده شوية، تعملي سور زي سور كده. وبعد كده نزلي القشطة بتاعتك، وخلي بالك ما تروحيش بالقشطة على الجناب علشان الجناب ما تتحرقش منك. عشان كده انا قلتلك اعملي حرف او سور من الكنافة على الصاج. بعد كده هناخد الربع التاني من كيلو الكنافة ونحطه ونوزعه كده كويس على القشطة من فوق. يبقى احنا عملنا ايه؟ خدنا ربع كمية الكنافة في أرضية الصاج، وبعد كده نزلنا عليها القشطة، وبعدين خدنا الربع تاني على الوش وزعناه كويس. ونص كمية الكنافة هنعملها زي ما انت شايفة كده، دي معلقة من المعالق المعيارية، ممكن تعملي بأي حاجة عندك تديكي شكل. وبتضغطي بس عليها، كبسيها كويس بايديكي كده وانتي بتضغطي عشان ما تفكش منك. وطبعا الزبده والسكر البودر هيدينا فرصه ان هي تتماسك وتخليها ما تفكش. كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها، دخلتها الفرن على درجه حراره 170 درجة. الرف اللي في النص بتقعد معاكي حوالي 20 دقيقة، وبتتابعي طبعا وكل واحد أضرب الفرن بتاعه. وهتعملي الشربات بتاعك 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من المية، وعليهم رشة من الفانيليا لحد ما يغلوا لمدة 7 دقايق. الشربات بتاعك بارد والكنافة سخنة، وتسقيها وتلاقي أحلى صينية كنافة تشرفك وتنفعك في العزايم، تنفعيها تاخديها هدايا معاكي، تنفعي لو عندك ضيوف، في منتهى الجمال. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والمتابعة.